من القصص اللي باحب أحكيها أوي ودايمًا باقولها في أي محاضرة أنا عاملها أو workshop أو كده، هي قصة الbrand ده. الbrand ده اتنصب عليه كتير أوي وضاع منه فلوس كتير أوي في الmarketing، وبعديها جالي وقعدنا عملنا meeting، بدأنا نعمل مع بعض plan كانت تكلفتها كلها حوالي 7000 جنيه في الشهر للحملات الإعلانية بتاعته، وفعلًا بدأنا واشتغلنا وعملنا الcampaign دي، والنهارده إحنا بنصرف تقريبًا في الشهر أكتر من 100,000 جنيه وبيعمل نسبة مبيعات ممتازة. العميل ده هو نجح ليه؟ هو نجح عشان هو business owner كان فاهم الفرق ما بين إنه يكون براند وما بين إنه هو يعمل سبوبة. عارف إنه عشان يكون براند لازم يقدم حاجة مختلفة وتكون يونيك. لازم لما نعمل براند إن إحنا نعمل ميديا برودكشن ونصور الموديلات بتاعتنا، بالذات لو في مجال زي الملابس، إن إحنا لما نصرف إعلانات نكون عارفين النسبة اللي المفروض إن إحنا نصرفها وقصادها النسبة اللي إحنا المفروض نحققها كمبيعات، سواء كانت 5 أضعاف أو 6 أضعاف أو أزيد من كده من نسبة الماركتنج اللي إحنا صرفناها. البراند ده النهارده بيتقلد، البراند ده النهارده موجود جوه مصر وبره مصر، البراند بقى عنده اكتر من ستور على مستوى الجمهوريه، والحمد لله من العملاء اللي انا مبسوط قوي وبالحاجات اللي من قصص النجاح اللي انا مبسوط ان انا اشتغلت فيها، ومن البراندات اللي انا بكون سعيد قوي لو اتقال اسمها في اي وقت عشان بكون انا جزء كبير من نجاحها. ولكن هو مش نجاحها كان الماركتنج بس، نجاحه كان عشان كان في اونر بيزنس فاهم الفرق ما بين الماركتنج بتاع البراند وما بين السبوبه. اعمل لنفسك براند وابعد عن السبوبه وصدقني هتنجح. بس كده.